وكأنه كان لا يعلم أنه إذا خاف منه تملك منه، وإذا ثبت أمامه تركه وشأنه. الكلام ده غريب جدا. ايه ده؟ في ايه؟ انا هنام ولا ايه؟ باخد تفاحة كده يمكن افوق. ايه ده؟ في ايه؟ انت مين يا عم انت ودخلت هنا ازاي؟ انا المجذوب. مجذوب؟ مجذوب مين يعني؟ اللي بإشارة واحدة بس من ايده ممكن يلغي الجاذبية عن اي حاجة. ايه ده؟ ازاي يعني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت عملت كده ازاي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يكونش حلم يا كابوس. الكتاب ده عمل فيا ايه؟ باخد تفاحة كده يا عم عشان ينشف. ولا لا بلاش تفاح، ناخد موز احسن. ده شرب المقلب، الراجل ده عبيط قوي والله العظيم. في سنة 1687 اكتشف العالم الانجليزي اسحاق نيوتن الجاذبية الارضية. طبعا انت اكيد عارف القصة المشهورة بتاعته. ايه ده؟ انت ازاي ما تعرفهاش؟ ايوه بالظبط، قصه التفاحه لما كان قاعد تحت شجره التفاح والتفاحه وقعت عليه. بس نيوتن ما كانش زيه زي اي حد وقعت عليه حاجه او شاف حاجه بتقع. الراجل ده كان فاهم فيزياء كويس وعارف كويس ان مفيش اي حاجه هتحصل من غير سبب، وان اكيد في قوه بدات تشد التفاحه دي ناحيه الارض وعشان كده هي وقعت. ومن هنا اكتشف الجاذبيه الارضيه. وبدأ نيوتن يمشي ورا الاكتشاف ده ويعمل عليه تجارب كتير جدا، وبدأ كمان انه يقيس نواتج التجارب دي. ولانه كان شاطر جدا في الرياضة قدر انه يطلع قانونه الشهير اللي بيربط قوة التجاذب بين اي جسمين، اللي هو قانون الجذب العام، اللي بيقول ان اي جسمين في الدنيا لازم يحصل ما بينهم قوة تجاذب. ومن هنا بدأنا نفهم حاجات كتير جدا حوالينا في الكون، زي حركة الالكترونات حوالين النواة في الذرة، او حتى حركة الكواكب حوالين الشمس، او حتى حركة النجوم والمجرات. وده خدنا لاختراعات عظيمة جدا، اهمهم القمر الصناعي اللي بيستخدموه في الجي بي اس وبيستخدموه في التلفزيون. ده حتى دلوقتي بيفكروا ازاي يعملوا شبكة واي فاي تغطي العالم كله بالانترنت. كل ده حصل بسبب ان واحد وقعت عليه تفاحة وبدأ يفكر شوية وسأل نفسه سؤال واحد بس: هي ليه التفاحة دي وقعت؟ بس يجي واحد يسألني ويقول لي: ايه علاقة الحكاية اللطيفة دي بالقياس الفيزيائي؟ ما انت لو كنت بقى مركز معايا في الحكاية كنت عرفت ايه العلاقة. انا قلت ان نيوتن بدأ يعمل تجارب معملية كتير جدا وبدأ يقيس نواتج التجارب دي، وده اللي مكنه انه يقدر اساسا يعمل قانون الجذب العام. يعني نيوتن لو ما كانش عارف يعني ايه قياس فيزيائي اساسا، او ما كانش عارف يقيس نتائج التجارب اللي هو قاعد يعملها دي، ما كانش قدر اساسا يوصل لقانون الجذب العام بتاعه، وبالتالي ما كناش قدرنا نخترع الاختراعات العظيمة جدا اللي اتبنت على القانون ده. وقيس بقى على الكلام اللي انا قلته ده اي اكتشاف حصل في تاريخ الفيزياء، ان من غير القياس الفيزيائي اساسا ما كناش هنعرف نحول الاكتشافات العظيمة دي لقوانين، وبالتالي ما كناش هنعرف نوصل من القوانين دي لاي اختراع من الاختراعات اللي احنا عملناها دي واللي غرقانين فيها كلنا بسبب الفيزياء. وهي دي أهمية القياس الفيزيائي. فاحنا بقى لو حبينا نعرف القياس الفيزيائي فنقدر نعرفه على انه عملية قياس الكميات الفيزيائية بالادوات والاجهزة المناسبة. بس احنا عشان نفهم القياس الفيزيائي اكتر محتاجين نجاوب على 3 اسئلة. هو انا اساسا هقيس ايه؟ وهقيس بايه؟ وهقيس ازاي؟ مبدئيا كده تعالى نجاوب على السؤال الاول، هو انا هقيس ايه؟ في الحقيقة في كميات كتير جدا نقدر نقيسها، زي كتلة جسم أو طول مسافة من نقطة لنقطة، أو حتى زمن حدوث حاجة معينة، أو سرعة جسم بيتحرك، أو طاقة ببذلها علشان أنقل حاجة من مكان لمكان، أو حتى حجم مكعب، أو حتى شدة تيار كهربي ماشي في سلك، أو شدة إضاءة لمبة أو مصباح، أو حتى طول موجي أو تردد موجة معينة، أو وهكذا. في كميات كتير جدا 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 نقدر إن احنا نقيسها موجودة حوالينا في الطبيعة. وعلشان بقى الكميات الفيزيائيه كتير قوي زي ما احنا شفنا، الناس قالت نقسمهم لنوعين: الكميات الاساسيه، ودي كميات مفيش منها 2، يعني ما تقدرش ان انت تعبر عنها بدلاله اي كميه تانية. والنوع الثاني اللي هو الكميات المشتقه، ودي الكميات اللي انت تقدر تعبر عنها بس بدلاله الكميات الاساسيه. الكميات الاساسيه عندك زي مثلا الطول والكتله والزمن. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك انت كتلتك كام وقلت لي 80 كيلو جرام، ما ينفعش ان انت تعبر عن ال 80 كيلو جرام دول باي حاجه ثانيه. يعني ما ينفعش اقول لك مثلا
هو القطر اسرع ولا النخله اطول؟ اكيد دي حاجه ودي حاجه. انت بالنسبه لك الزمن مش هينفع تعبر عنه بحاجه تانية، والطول برضو ما تقدرش ان انت تعبر عنه بحاجه تانية. وهي دي فكره الكميات الاساسيه، ان ما ينفعش ان انت تعبر عنها بدلاله اي حاجه تانية. انما على العكس بقى الكميات المشتقه زي السرعه والحجم والطاقه، يعني مثلا لو انا عايز اتكلم عن حجم متوازي المستطيلات، لو انا معايا الطول والعرض والارتفاع هقدر ان انا اقول ان حجم متوازي المستطيلات ده هو الطول في العرض في الارتفاع، وبالتالي انا قدرت اعبر عن حجم متوازي المستطيلات باستخدام 3 اطوال. مثال تاني السرعه، يعني انا مثلا لو عندي عربيه بتتحرك مسافه معينه في زمن معين، هقول ببساطه شديده جدا ان السرعه بتاعتها هي اتحركت مسافه قد ايه في زمن قد ايه. يبقى انا اذا قدرت ان انا اعبر عن كميه زي السرعه بدلاله المسافه والزمن، يبقى اذا دي كميه مشتقه من الكميات الاساسيه. وهكذا تقدر تطبق اللي انا بقوله ده على اي كميه مشتقه تانية. بالنسبه بقى للسؤال الثاني، هو احنا هنقيس بايه؟ كل كميه فيزيائيه من الكميات اللي احنا لسه قايلينها دي وليها ادوات القياس الخاصه بيها. يعني مثلا الكتله اكيد بتتقاس بالميزان، بس الفكره بقى ان انت هتلاقي انواع كتير جدا من الموازين اللي ممكن تقيس بيها الكتله. يعني مثلا الميزان ذو الكفتين اللي بتلاقيه عند الراجل بتاع الخضار، بتلاقيه كده بيبدا يحط لك تقل في كفه والكفه الثانيه مثلا يقيس لك 2 كيلو طماطم. الفكره كلها ان وقت ما الميزان يتوازى كده مع بعضه، ساعتها يبقى اللي في الكفه دي اللي هو ال 2 كيلو طماطم هم بيساوي التقل ده اللي هو هيبقى ال 2 كيلو. في مثلا الميزان الرقمي اللي بتقف عليه علشان خاطر يقيس وزنك، ويبدا يقول لك والله وزنك 50 60 70 80 كيلو ايا كان، بيبدا يطلعهم لك على شكل ارقام. في مثلا الميزان الحساس اللي بتبدا تقيس بيه الحاجات الغاليه زي مثلا الذهب. وبالتالي في انواع كتير جدا من الموازين. وهنا بقى يجي سؤال مهم قوي، هو ليه في انواع كتير من الموازين مع انه كلهم يعني بيقيسوا كتله عادي؟ الفرق هنا في دقه القياس. يعني مثلا ما ينفعش ان انا استخدم الميزان ذو الكفتين بتاع الخضار في ان انا اقيس الذهب، لان الميزان ده ممكن يغلط في 10 او 20 جرام. طبعا 10 20 جرام بالنسبه للفاكهه مش مشكله، لكن بالنسبه للذهب دي تبقى كارثه. ال10 جرام ذهب دول دلوقتي يعملوا ثروه يعني. وبعدين يعني برضو ما حدش بيوزن الذهب بالكيلو زي الخضار. وده اللي بيخلي في انواع كتير جدا من الادوات اللي بتقيس نفس الكميه الفيزيائيه، وهي دقه القياس اللي بتفرق اداه عن اداه. في واحد هنا بقى ممكن يقول لي طب ما احنا ممكن نجيب احسن اداه فيهم ونستعملها الكل ونخلص. يعني احنا مثلا بتقول لي ان الميزان الحساس ده احسن حاجه موجوده، طب ما اجيب بقى الميزان الحساس ده واستعمله في كل حاجه واشيل كل الادوات الثانيه واستعمل بس الميزان الحساس ده بما ان دقته عاليه جدا. اللي سأل السؤال ده مش واخد باله من حاجه مهمه جدا، وهي فكره الفلوس. ما انت خد بالك ان كل ما كانت الاداه دقتها زادت كل ما طبيعي جدا سعرها هيزيد، لان طبيعي جدا بيتعمل بمواد اغلى والتصنيع بتاع الجهاز ده بيبقى اصعب. وبالتالي انت دايما تحط في دماغك انك تستعمل الجهاز اللي دقته مقبوله بالنسبه للحاجه اللي انت بتقيسها، وفي نفس الوقت يكون سعرها مناسب. خد بقى الكلام اللي انا قلته ده وقيسه على اي كميه فيزيائيه. يعني مثلا بالنسبه للزمن هتلاقي في انواع كتير جدا من الساعات. الموضوع ده ليه بعد تاريخي شويه. الناس من زمان وهي بتحاول تقيس الزمن بدا الموضوع من ان هم بداوا يقيسوا الزمن بالشمس والقمر والنجوم وعلم الفلك عامه، وبعدين اتطوروا شويه لحد ما وصلوا لفكره الساعه الرمليه، لحد بقى دلوقتي اما وصلنا لفكره الساعات الرقميه وساعات الحائط، لحد بقى اما اتطورنا اكتر ووصلنا لما يسمى بالساعات الذريه. ودي ساعات دقيقة جدا جدا جدا، وبيستخدموها دايما في الأقمار الصناعية والجي بي اس، لأن الأقمار الصناعية بتبعت إشارات كهربية بتمشي بسرعة الضوء اللي هي 3 في 10 أس 8 متر لكل ثانية، اللي هي تقريبا 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة. يعني أنت عايزك تتخيل معايا إن المسافة أساسا ما بين اسكندرية لحد أسوان حوالي تقريبا 1000 كيلو، فتخيل بقى إن الضوء بياخد 300 من المسافة دي في ثانية واحدة بس. وعلشان كده كان لازم يستعملوا الساعات دي في الأقمار الصناعية، لأن غلطة واحدة بس في 1 ملي ثانية، يعني 1 على ال1000 من الثانية، هيعمل خطأ في حوالي 300 كيلو. يعني عشان أبسط لك الموضوع، لو أنت جيت طلبت أوبر وكلمت السواق كده وقلت له هو أنت فين؟ هيقول لك أيوه يا باشا أنا داخل عليك أهو. هتيجي تبص في اللوكيشن تلاقيه أساسا عند السلوم على حدود ليبيا أساسا. إنما يعني الساعات الذرية دي أكيد إحنا مش محتاجينها للاستخدام الشخصي، إن أنت تستعمل ساعة عادية خالص الخطأ فيها يعني ثانية ثانيتين دي مش مشكلة. أنت أساسا بتضيع بالساعتين على السوشيال ميديا ما بتحسش بنفسك، فما جاتش يعني على الثانيتين دول. وده ياكد معاك ان انت مش شرط تستخدم الساعه اللي دقتها عاليه جدا في كل حاجه، لا انت بتستخدم الاداه اللي نسبه الخطا فيها مناسبه جدا بالنسبه للحاجه اللي انت بتستعملها او الحاجه اللي انت عايزها. لكن انت اكيد مش هتشتري ساعه ذريه تستعملها في البيت لان سعرها عالي جدا، وفي نفس الوقت انت مش هيفرق معاك الخطا بتاع الساعه العاديه خالص اللي احنا بنستعملها.
بالنسبة بقى لقياس الطول فهتلاقي فيه أدوات كتير جدا بتقيس الأطوال، من الأطوال الكبيرة لحد الأطوال الصغيرة، زي مثلا المتر أو المسطرة العادية اللي احنا بنستعملها. وفي حاجات تانية بتقيس الأطوال الصغيرة جدا جدا زي القدم ذات الورانية والمايكروميتر. اخر سؤال بقى محتاجين نجاوب عليه، هو انا هقيس بايه؟ الموضوع ده كان حاجه في منتهى العشوائيه والعبثيه اللي في الدنيا. يعني مثلا انت تلاقي الطول بيتقاس بالقدم والذراع والشبر والمتر والقصبه والميل، وتلاقي برضو الكتله بتتقاس بالباوند والقنطار والكيلو جرام. فتلاقي بقى ان كل واحد مخترع له وحده قياس عمال يشتغل بيها. تلاقي وحدات قياس كتير جدا مختلفه لنفس الكميه الفيزيائيه، لحد بقى اما الناس قالت لا استنى كده عليا، احنا محتاجين نظام نوحد بيه الوحدات اللي احنا بنقيس بيها كل الكميات الفيزيائيه ونشتغل بيها في العالم كله. وهو ان الطول يتقاس عادي جدا بالمتر، والكتله بالكيلو جرام، والزمن بالثانيه، ومثلا برضو درجه الحراره بالكلفن، وهكذا. لكل كميه فيزيائيه هتلاقي ان ليها وحده قياس متعارف عليها في الدنيا كلها. بس في مشكله بقى قابلتنا في ان احنا نوحد النظام اللي بنقيس بيه كل الكميات الفيزيائيه. الفكره كلها ان احنا في الفيزياء بنقيس كل حاجه في الدنيا من اكبر حاجه لاصغر حاجه، زي مثلا ان احنا بنقيس المسافات ما بين النجوم والمجرات، وبرضه في نفس الوقت تلاقيني عايزه اقيس المسافات الصغيره جدا 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 زي المسافه ما بين الذرات وبعضها. اكيد مش هينفع استخدم المتر اللي قد كده تقريبا في ان انا اقيس المسافات اللي ما بين النجوم وبعضها وما بين الذرات وبعضها. دي مسافات كبيره جدا ودي مسافات متناهيه الصغر، وبالتالي احنا هنا عندنا مشكله. ان انا مثلا دلوقتي عايز اوحد وحده قياس الطول ان هي تنفع لان انا استخدم المسافات الكبيره جدا والمسافات الصغيره جدا. وهنا بقى جت فكره التحويلات. قال لك ببساطه شديده جدا احنا هنشتق وحدات صغيره ووحدات كبيره من المتر. يعني مثلا تلاقي ان البيكومتر هو 1 على تريليون جزء من المتر، وده طبعا حاجه صغيره جدا جدا جدا. او مثلا تلاقي عندك برضو النانومتر، وده 1 على مليار جزء من المتر. وبرضو عندك الميكرومتر، وده 1 على مليون جزء من المتر. او المليمتر، وده 1 على 1000 جزء من المتر. فتلاقي ان انت عندك وحدات كتير جدا او مشتقات كتيره جدا من نفس وحده القياس تنفع انها تقيس اطوال مختلفه. لو انا عايز اشتغل على المسافات الكبيره هتلاقي عندك الكيلومتر، وده 1000 جزء من المتر. وبرضو عندك الميجا متر، وده مليون متر. او مثلا الجيجا متر، دي مليار متر. او مثلا التيرا متر، ودي تبقى تريليون متر. وعشان كده هتلاقي ان كل وحده قياس ليها مشتقات كتير جدا، يا اما حاجات صغيره جدا جدا عشان نقدر نقيس بيها مثلا المسافات المتناهيه الصغر، وبرضو مشتقات منها كبيره جدا عشان نقدر نقيس المسافات الكبيره زي مثلا المسافات ما بين الشمس والكواكب. في النهاية لازم نعرف إن علم الفيزياء كله مبني على عملية القياس، ببساطة لأنها هي الوسيلة الوحيدة اللي ممكن تعرفني الرقم. وفي النهاية الأرقام هي الحاجة الوحيدة اللي احنا ممكن نصدقها ونشتغل بيها. يعني مثلا لو أنا جيت قلت لك أنا غني ومعايا فلوس كتير جدا، أنا ممكن في الآخر تلاقي معايا 1000 جنيه، بس أنت ممكن يكون معاك 100,000 جنيه، وبالتالي أنا بالنسبة لك مش غني ولا حاجة. وممكن برضو يكون معاك 10 جنيه، وبالتالي كده أنا غني بالنسبة لك. اللي يفصل بقى أنا غني ولا فقير هو الرقم. لو أنا قلت لك أنا معايا 1000 جنيه هتعرف انا غني ولا فقير بالنسبه لك. ومع ان بقى عمليه القياس لازم يحصل فيها اخطاء، وعمر ما هتلاقي في حاجه في الدنيا صح 100%، وده ممكن يحصل معاك خد بالك لاسباب كتير جدا، زي مثلا ان انت ما تختارش الاداه الصح للقياس، او الاداه نفسها فيها عيب، او حتى انت ممكن تكون ما قدرتش تقيس بالشكل المظبوط. بس للاسف احنا ما عندناش اي طريقه تانية نقدر نفهم بيها نتائج التجربه دي غير ان احنا نقيس نواتجها. بس بقى مع التجارب الكتير جدا اللي بنعملها والقياسات المختلفه اللي احنا بناخدها نقدر في الاخر ان احنا نوصل للهدف بتاعنا، وهو ان احنا نطلع قوانين تقدر انها توصف الظواهر دي بالشكل المظبوط. وبالتالي نقدر ان احنا نبني على الكلام ده افكار اختراعات عظيمه جدا نقدر ننفذها على ارض الواقع. وبعد ده كله بقى ما تنساش تعمل سبسكرايب على القناه وتتابعنا على السوشيال ميديا علشان تتفرج على الحلقات اللي جايه. ما تنساش، اوعى تنسى، شايفك. يلا سلام.